النهارده جبت لكم الفتاكه والصح الدحنبوب. الاتنين دول طبعا عارفين انهم من بلبن. انا سالت على الحاجات اللي نازله جديد اللي هي كيكه الفزعه والناشفل وحتى التشوكيز ما لقيتوش للاسف يعني، فجبت دول دلوقتي لحد ما التانيين يتوفروا هنجربهم سوا برضو ان شاء الله. هبتدي بالفتاكه. شكل العلبه هي مكتوب عليها الفتاكه وفي انفجارات بقى وكده. المفروض ان هي بسكوت. انا جبتها بالشوكولاته، بالشوكولاته العاديه يعني. في طبعا اطعمه تانية كتير، في كندر وفي لوتس وحاجات تانية. انا جبتها بالشوكولاته الامان يعني. شكلها عامل كده. المفروض ان هي بسكوت وجواه كريمه او جبنه كريمي وتوت. هنفتح ونشوف دلوقتي. انا جبت معلقه من عندي عشان التانية حاساها مش هتستحمل. بصوا، بسم الله. هي طبقه سميكه شويه. بصوا، طبقه البسكوت وفي جوه كريمه زي ما انتم شايفين، وفي توت، ومن فوق طبقه الشوكولاته. بسم الله. طبقه البسكوت سميكه قوي، معموله بالزبده، طعم الزبده باين فيها بس تقيله قوي. الجبنه الكريمي اللي جوه طعمها حلو. افتحها لكم من النص عشان تشوفوها برضو. دي طبقه الجبنه الكريمي اللي في النص ومعاها التوت، برضو طعمه حلو لذيذ بس تقيل يعني، مينفعش تاكله لوحدك، عايز كذا حد يشيره فيه لان طبقه البسكوت سميكه ومعموله بالزبده فتقيله شويه. دي الفتاكه. طبعا المنتج ده نازل منه اطعمه كتير اللي هو صح الدحنبوب. في بيستاشيو، في بندق، وفي كراميل، وفي مانجا وفراوله وتوت وكده. انا جبت المانجا برضو علشان ابقى في الامان يعني. بنجرب. المفروض ان المانجا دي المفروض ان المنتج ده مكون من ايس كريم ومعاه الصوص بتاعهم بقى، سواء مانجا او سيرب اللي هو بصوا لو خدتوا بالكم هو متركز تحت عشان كده برجها. ومضروب مع بعضه مختلط وعامل لنا بقى المنتج الجديد ده. هنشوف دلوقتي. هو يعني لو فكرنا هنلاقيها انها ممكن تبقى شبه الميلك تشيك شويه، فهندوق. بسم الله. بصوا، هو حلو مش وحش بس طعمه ضعيف قوي يعني. طعم المانجا اللي فيه ضعيفه، مش عاليه كده ومركزه، مش ضايقه فيه طعم ايس كريم يعني، زي ما يكون لبن مضروب فيه شويه مانجا بس هو سكره كويس بصراحه، مظبوط. هو القصه كلها تقريبا في الشكل يعني، عاملين منتج بشكل ظريف بس كده. دي كانت تجربتي النهارده من بلبن، الفتاكه والصح الدحنبوب. دي ممكن اجيبها تاني ممكن، بس لما يكون معايا حد تاني بقى يعني نشير مع بعض. بس كده، الى ان الاقي الفزعه والناشفل. باي باي دلوقتي، يلا سلام.